رمضان شهر الخير، رمضان شهر البركات، رمضان شهر العمل الصالح، رمضان شهر الصيام. الصيام مش معناه ان انت بس بتنقطع عن الاكل والشرب وخلاص. الصيام معناه ان انت بتصوم عن كل ما هو سيء، عن كل ما هو يغضب ربنا. بتحاول ان انت تبعد عن اللغو الحديث، بتحاول ان انت تبعد عن الهابتس او العادات الغلط اللي انت كنت بتعملها، بتتعفف منها. بتحاول ان انت تجدد علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، بتزود من قراءة القرآن شوية، بتزود من الصلاة شوية، روح استمتع بصلاة التراويح. رمضان هو الإحسان، رمضان هو ان انت تحسن بكل من حواليك، تحسن بأهلك، تحسن بأصحابك، تحسن بجيرانك. حاولوا ان انتوا يعني لو انت متعود على حاجات سخيفة كنت بتعملها عادي، يعني زينا زي اي حد صباح الفل عادي، يعني مش ملاك، حاول ان انت تبعد عنها بس في شهر رمضان وتتجنب كل ما هو سيء. لما نيجي نتكلم عن رمضان، فشئنا ام ابينا بنك مصر باعلاناته اصبح انه هو جزء مهم جدا من رمضان. اصبح ان ليه ايدنتيتي، بقى كل الناس بتستنى اعلان بنك مصر. فقعدت كتير افكر ايه الحاجه اللي احنا ممكن ندردش فيها في اعلان بنك مصر ده، نتعلم منها بشكل مختلف. فلقيت اعلان بنك مصر هو مثال حلو جدا ان انا اعلمكم حاجه اسمها مونتاج السيكونس ومونتاج نون لينير، حاجات شكلها حلو بترد على بعض. امتى ده بيكون حلو وامتى ده بيكون حلو. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج مش توتوريال. لو انت بتتفرج عليا لاول مره فانا اسمي مصطفى صلاح وبشتغل فيلم اديتور، ودي اليوتيوب شانل بتاعتي. اما لو انت من الرجاله القديمه فجهزوا نفسكم يا رجاله، علشان ده السيت اب بتاع رمضان. نشغل الاعلان هنا ونذيع على طول على طول. عايزين حلقات كتيره قوي في رمضان. اعلانات بنك مصر بصراحه شديده جدا اصبحت مميزه، واصبحت واخده مكان في مصر، يعني واخده مكان كده اون اير من ايام ابن مصر. انا ضد الكسر. بالمناسبه اعلان انا ابن مصر ده من الاعلانات اللي انا نفسي شفتها قبل ما تطلع لكم اون اير خالص، او قبل ما يتعمل لها بابلشنج. يعني كان في ستوريز كتير حوالين الاعلان الجميل ده. الله يمسك بالخير يا استاذ احمد عاصم. وبعدين الى انت استثنائي، ثم الى الحاجه شيرين يا معافر، ثم الى الاستاذ احمد سعد واغنيه عايشه. انا مش هقول انهي فيهم احسن، او انا هنا مش عشان اقول لك لا السنه اللي فاتت كان احلى، السنه اللي قبلها لا السنه دي حلو. ما انا مش هتكلم في كده خالص، ولكن انا هتكلم في ان انت ازاي تخلق براند ايدنتيتي كده لنفسك. فبنك مصر هم جايين خالقين حاجه كده، الموضوع ده اسمه اغنيه. الاغنيه دي بتقول ان انت مصري جامد قوي. ده كلام اعلانات يا جماعه. ان الحياه مبنيه على المثابره والمعافره والكفاح والنضال والبطوليه وحاجات كتيره، فانت بطل. فهم دايما خالقين البراندنج بتاع الموضوع على ان انت بطل، انت استثنائي. والله العظيم يا عيني علينا مصر. سكة مسابق رجليه يتشنكل وبناء على ذلك بدات ان سلسله الاعلانات الجميله بتاعتنا كلها تتلعب من الطريقه دي، ونزل اعلان بنك مصر بعنوان عايشه. بصراحه الاغنيه حلوه بصراحه، يعني الاغنيه مبهجه وفيها حاجه جميله يعني. بصوا بقى، اوكي، هو ده اللي انا عايز اتكلم فيه. النقله من هنا، النقله من المشهد ده الباتيناج لسيكونس الاطفال وهم بيلعبوا، ده النون لينير ماتش كات شكله حلو تمام. وبعدين طفل بيلعب، فدخلت عرضت سيكونس بسرعه للملعب. الحاجات دي بتتصور ازاي يا جماعه؟ الحاجات دي بتتصور على ان انا عندي سيتويشن ملعب، سيتويشن اتوبيس مثلا على سبيل المثال. فبختار اجمل 3 شوطات يحكوا لي الحدوته دي. يعني بص اهو، هو حكى لنا ادي اول شوط، واحد، التاني بيقابله، التالت الواسع بتاع الملعب نفسه. انت كمونتير بتدور على ايه في الاعلانات دي او بتعملها ازاي؟ الحاجات دي بتتصور شويه مش ستوري بورد قوي بالورقه والقلم يعني، ولكن بيبقى ايه، ممكن حاطط لك مثلا المخرج مثلا مصور لك في السيكونس ده نص ساعه تصوير مثلا، مصور لك حاجات كتيره قوي، ضيقات كتير ووسائع كتير وزوايا كتير مختلفه. فانت بتحاول تجمع بسرعه سيكونس بكتات شكلها سريع ماشيه مع التيمبو بتاع المزيكا بالظبط، تشرح لي ان احنا دلوقتي في ملعب كوره، وتبين لي السيتويشن او الكول تو اكشن اللي هو عايز يعمله على امه.
هي دي اهم حاجه. فانت هتمهد، فبتمهد ازاي؟ بتستبدل الشوط الاول ان انت في الملعب، بعد كده بتجيب شوط الطفل بيلعب، بعد كده شوط تالت، بعد كده بتطلع لهم واسع علشان تبين ان هم كلهم قاعدين في الملعب، بعد كده جول دخل هيروحوا ينتصروا، فتبين لي كول تو اكشن. ده السيكونس اديت، هتشوفوها كتير في الاعلان. خلونا نكمل. اوكي. عالسكة مسابق رجليه يتشنكل ويقوم والدنيا. طبعا طول الوقت بيبقوا بنك مصر دايما من الايدنتيتيز بتاعتها دايما ان هم طول الوقت بيبقوا كاتبين يعني اوفرلايز كده شكلها حلو قوي، بتبقى معمول لها كومبوزيتنج صايع، لذيذ وسامبل وبسيط الكلام اللي ورا. فدايما شفناها في اعلانات كتير يعني. ما تقدرش عليه عشا والصحاب. بصوا سيكونس الاتوبيس. عاش يا ابو الصحاب. عايزك بقى تبتدي تتفرج معايا على الاعلان، اتفرج عليه بالكونسبت اللي انا بحكي لك عليه ده، اللي هو كونسبت السيكونس. اتفرج عليه سيكونس ايه ده. اوكي، انا لو عايز احكي حكايه الاتوبيس بختار 3 احجام او بختار 4 شطات بيبينوا لي الاتوبيس، بيبينوا لي الحدوته. امشي معاه ستيب باي ستيب، هتلاقي نفسك فهمت كويس ايه السيكونس وايه اللي اوكي. هنا ده سيكونس، وطبعا لو لاحظت الاوفرلاي تكست موجود هنا اهو. اوكي، ومعمول له كومبوزيتنج مع مشيه الاتوبيس عشان يبقى شكله بصراحه حلو. مستجدع لو للاغراض بتعاند نفسك وبتوصل لو سكه ضباب. بصوا حلو، شوطين ضيق في واسع، فانت كده شفت السيكونس بتاع البحر، هو عايز يوريك سيكونس النيل او سيكونس ست السمك في النيل، وفي نفس الوقت بص كومبوزيتنج على اليوفط. عايش 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 عايش. اوكي. بعدين المحاجر، بصوا المحاجر 1 2 حاجه المحجر. يا جماعه احنا بنستخدم اسلوب الايديت ده لما بيبقى معانا ماتيريال ضخمه جدا وعايزين نحكي بيها حدوته بسرعه، فانت بتختار ان انت ايه، هتاخد احسن شوطين في السيكونس ده وهتمشي، احسن شوطين في السيكونس ده وهتمشي. بصراحه بتبقى صعبه جدا في المونتاج، وبتبقى اصعب واصعب بالنسبه للمخرج. انا هاخد انهي شوط ايه؟ ما اكيد انا جاي لي كميه شوطات حلوه جدا، كميه شوطات بتسلم بعض صح جدا، بس هتصرف ازاي في الموقف ده؟ بصوا 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 السيكونس كده، ده سيكونس هو دخل حكى حدوته. ماشي وعكت في هموم وعليك تتقل يوم عن يوم، تتكسر ولا تتأثر عليك لا مش هتقوم. بصراحة حلو، بصراحة حلوة مختلفة يعني. بصوا طبعا بنك مصر يعني لازم دايما يدينا الماتش سيكونس على الوشوش، يعني لازم الماتش سيكونس على الوشوش لازم يكون موجود بصراحة. بصوا يا جماعه، بصوا السيكونسز، كل اللي بيتلعب انت بتحس ان انت بتشوف ماتيريال كتيره قوي، بس في نفس الوقت لا، هي سيكونس. هو 3 4 شوطات بتحكي لك حدوته وبتمشي، 3 4 شوطات بتحكي لك حدوته وبتمشي. يعني زي هنا مثلا شوطات لو رجعنا بسرعه فلاش باك تيك، دي حدوته الاثنين اللي بيختاروا شبكتهم او بيختاروا ذهبهم بسرعه. كت 2 1 2 3 خلاص، بعد كده مطلوب العمل. ادي 1 2 يعني هي بتبقى ماشيه كده سيكونس. بصراحه انا محتاج ارجع تاني عند الشوط عند الطلعه دي عشان حلوه قوي. بصوا حلوه بامانه. في حاجه مهمه قوي عايز اوريها لك. بعد كده بيجي لنا سيتويشنز جميله قوي. بصوا الماتش كات ده
بصوا هنا في ماتش كات شكله لطيف ولذيذ بصراحه. هو ان الطبله بعد ما خلصت كسيكونس يعني خلاص عملنا السيكونس طبله. بصوا لاحظوا دايما الموضوع بيتعمل ازاي على 3 أو 4 شوطات. هو بيستبلش الاول هو فين، وبعدين يبين لك دقيقات التفاصيل اللي بيحصل، او العكس هو بيبتدي لك من الدقيقات وبعد كده يطلع لك واسع ويقول لك احنا فين. بس الفكره كلها ان انت لازم تستبلش وتبين لي سيكونس، تستبلش وتبين لي سيكونس. ده اديت سيكونس، بدخل معايا ماتيريال كتير ابين شوطات بسرعه من الحاجه اللي انا فيها وارسم خط دراما بسرعه واخلع على طول. اوكي بصوا الماتش كات ده اهو. هنا دخل عند الطبله فاستبلشنج اللوكيشن، بعد كده دقيقه بتفهم ان هو عمل طبله، بعد كده كات تالت. هنعمل ماتش كات دلوقتي، هيسلم حاجه وبعد كده يبتدي بالشوط التاني. اوكي طيب دي بتتعمل ازاي؟ على فكره موضوع الماتش كات ده بيتعمل سهل قوي. يعني الفكره كلها انا مثلا باخد اللابتوب ده عايز اديه لحد، فباجي على اخر السكرين هنا وبطلعه من يعني الكاميرا رول وبروح جاي مطلع. اوكي الشوط التاني لازم يبتدي من الشمال لليمين ماسك الحاجه ويقطع، فتلاقوا ان القطعه معاكم بقت زي ما هي. بصوا الطبله شمال عشان تدخل يمين الفريم اللي جاي، شمال تدخل يمين، تبقى الحركه كده تحس ان هي طلعت من الفريم دخلت في الفريم. بصوا سيكونس بصوا بقى ده حته بقى كده. لا بصوا يا جدعان، من اجمل انواع الكات هو الكات بالنسبه لي اللي حاصل قدامي دلوقتي. ده كات انا لما بشوفه كده بتجنن معاه في المونتاج. وهو ايه؟ هو ان انت تخلي الحاجه ماشيه في خط وتجيب الشوط اللي بعده خط تاني بيكملها، يعني تلاقي الاتنين 2 لاينز بيكملوا بعض. بص هنا ده ماشي في الاتجاه، بعد كده القطر بيقابله وهو ماشي. طبعا هي كانت تبقى اصيع بكتير وكانت تبقى افشخ لو القطر ده موجود شمال كمان، يعني موجود شمال زي الولد، يعني القطر يكون على الشمال فيبقى السفاري كات على القطر. بس هي ما اتعملتش ولكن شكلها حلو عشان فيها كاميرا موفمنت واحده، فتلاقوا ان ده مسلم ده صح. بص تحفه تحفه بصراحه. بعد كده بصوا بقى خلاص بدأ اللي بيحصل قدامي ده دلوقتي سيكونس غنى عادي خالص. يعني الاديتور بدأ يتعامل مع الموضوع ان هو بدأ يتعامل مع الموضوع ان هو زي ما تقول ايه مونتاج فيديو كليب، يعني فيديو كليب سين، فاهم؟ يلا هنخليه يغني وهناخد بي رولز حواليه وليبسينج واحجام مختلفه وحاجات كتيره. نايس بصراحه. بصراحه اعلان حلو. معرفش يعني يمكن معرفش ايه اللي مختلف فيه السنه دي عن السنين اللي فاتوا. يمكن الاغنيه نفسها هي اللي مختلفه، احمد سعد مديها روح مختلف، مش عارف، بس يعني عجبني. حابب ان انا اشوف رايكم في الكومنتات بصراحه. انهي سنه في بنك مصر كانت احلى، السنه دي ولا السنه اللي فاتت ولا السنه اللي قبلها؟ انا عامل لكم الست ده عشان نشغل اعلانات او نشغل مسلسل ويبقى الحلقه كده ايه بعرف اعملها بسرعه، وقادرين ان احنا نعمل بريك داون كده ايه بسرعه للي بيحصل. سيبوا كومنتات، اسالوا كل اللي نفسكم فيه، قولوا لي حاجات حابين ان انا اتكلم عنها رمضان ده، واوعدكم ان انا هتكلم عنها، واشوفكم في حلقات كتيره قريبه قوي في رمضان ده. اعمل سبسكرايب وشغل الجرس.